الناس اللي بتعاني، الناس اللي تعبانة، الناس اللي زعلانة، الناس اللي موجوعة، الناس اللي نفسها تفرح. انا حاسس بيكم عشان انتوا فعلا مريتوا بظروف صعبة. ما كانش ينفع اللي كان بيحصل لك ده، ما ينفعش جمالك وروحك الطيبة دي ما تاخدش عطاء كبير زي ما انت اديت، ما تاخدش ما تستحقه، ما تجنيش ثمار اللي اديته، ما تجنيش ثمار تعبك، ما تجنيش ثمار جمالك وروحك الطيبة، ما تجنيش ثمار أصلك العالي. انتوا ناس جميلة، ولاد أصول وأصلكوا عالي. علاقات مؤذية منتهية، الناس دي ما قدرتش قيمتك. خلاص من فضلك اهدى معايا شوية، لأن انت محتاج كده فعلا، محتاج انك تهدى، محتاج انك ترجع لطبيعتك الحلوة. ما تزعلش، لازم تفوق. كل الألم اللي انت حسيته في حياتك احنا مقدرينه، بس انت محتاج تتحرر من هذا الألم، تتحرر من خوفك ووجعك، تتحرر من تعبك. محتاج ترجع ثقتك في نفسك تاني. ثقتك محتاجة ترجع. انت لا تستحق ذلك، لا تستحق اللي بيحصل. محتاج تفوق، محتاج تقوم، محتاج تبدأ من جديد. محتاجين تبدأوا من جديد يا ناس يا جميلة يا محترمة. واحنا معاكم في رحلة تعافي حقيقية، بندعمك وبنرشدك وبنوجهك للتعافي، وبنقولك ازاي تقوم، لان انت قلبك موجوع، مش عارف ترجع لطبيعتك، مش عارف تتعامل، مع ان صدقني العيب ما فيك، صدقني انت جميل، روحك طيبة وفيك اخلاق عالية واصل وذوق. كل الموضوع ان انت مش راجع لطبيعتك، مش عارف تتعامل بطبيعتك. تعبت من التمثيل انك تمام، وانت مش تمام. لكن كل خطوة معانا في رحلة التعافي ان شاء الله فيها روحك الطيبة ان هي تفوق وتقوم. كل خطوة بتعملها ايجابية، صدقني عينك هتفتح، وربنا اللي هيعلمك، ملك الملوك هيعلمك، لان انت فطرتك هو الله سبحانه وتعالى لازم يكون اساس قلبك. فطرتنا ان لما بتتعلق بعلاقات او بناس توجعك او تألمك، دي مش من فطرتك، فعشان كده انت بتعانوا، انتوا بتعانوا. فربنا يعني نفخ فينا من روحه، وفي فطرتك كده ان انت لازم تقول استغفر الله، اللهم صل على سيدنا محمد، توكلت عليك يا رب وفوض امري لله، ان الله بصير بالعباد. روحك هترجع وهترتاح، بس محتاج تفتح عينك وتمشي معانا خطوة خطوة، لان احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة، بندعمك وبنوجهك وبنقولك يلا كفاية ألم ووجع، فاحنا جنبك مش هنسيبك ان شاء الله. عندنا امل كبير ان انت تقدر تقف على رجلك من جديد وتقوم من جديد وتبدأ حياة جديدة. وفعلا يعني انا عندي رغبة صادقة وكل الناس الجميلة اللي معانا في هذه الرحلة ان احنا نكون جنبكم في رحلتكم للتعافي، وبيتابعنا من كل مكان في العالم الحمد لله، ولسه بادئين، ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع، عشان ربنا عايزك تفوق. يعني الأوان تفوق وتقوم يا ناس يا جميلة يا محترمة يا جواهر يا حبيبي.